بالنسبه للأحجار في الكلاوي ليتياز اورينير، هذا مرض موجود بكثره معناتها سواء في تونس ولا في العالم الكل. يمس 10% من البوبولاسيون، يمس الصغار والكبار في العمر، سورتو الرجال اكثر شريحه عمر تمسهم ما بين 40 و 49 سنه، وبالنسبه للنساء ما بين 30 و 39 سنه. وسكس راسيو نتاع المرض هذايا زوز رجال على امراه. دونك نفهم انه يجي للرجال اكثر من النساء. نعم يجي الرجال اكثر من فما كومبوزونت جينيتيك، فاكتور دو ريسك جينيتيك موجود في 40% من الحالات. يبدا فما انوتيسيدون فاميليار نتاع يرجع اذا كان دواء بطبيعه الحال. جوستومون فما ريسك نتاع انه الحجره بعد ما تداوى ترجع 50% بعد 5 سنين اذا كان ما نستحفظوش على رواحنا وما نتبعوش النصائح الوقائيه. بالنسبه للاسباب، فما الاسباب عندها علاقه بالتغذيه، واسباب وراثيه، واسباب عندها علاقه بالمسالك نتاع بالمسالك البوليه. وسورتو اهم سبب ولا فاكتور دو ريسك نتاع حجر في الكلاوي هو قله شرب الماء. الانسان اللي ما يشربش ماء سوفيزامون ولا كيما يلزم معناتها في نهارو، راهو هذاك اكثر عرضه باش يعمل حجر في الكلاوي. الماء يلزمنا نشربه لترتين ونص مقسم على 24 ساعة باش نحميو رواحنا وباش نقصوا الريسك نتاع حجر في الكلاوي. دونك مساش نعاودوها المعلومة مهمة ياسر. دونك لازم نشربوا ترتين ونص مقسمين على 24 ساعة، مش نشربهم الكل في نص ساعة ونقعد نهار كامل ما نشرب حتى شيء. هو الكلوة ناتوريلمون خدمتها اني تصفي البدن وتصفي الدم من الاملاح الزايدة ومن كل ما هو سموم وكل ما هو زايد في البدن. اذا كان الماكلة نتاعنا تكون فيها برشا ملح، تكون مالحة برشا، والا اذا كان تكون فيها برشا بروتين، بار اكزومبل اللي ياكلوا برشا لحم ولا اللي يعملوا سبور وياخذوا لي سوبليمون بروتين، هذوك اكثر عرضه باش يتكون الحجر في الكلاوي عنده. على خاطر اذا كان فما برشا املاح ولا برشا بروتين، الاكسي هذاك باش يخرج في البوله مع قله شرب الماء، الاملاح والبروتين باش تصير سور ساتوراسيون في البوله داكوردو، بعد تصير كريستاليزاسيون ويتكون الحجر. حجر تتكون صغيره من الاول 2-3 ملي، ومن بعد اذا كان معناتها نغض عليها نظر تبدا تكبر بشوي بشوي بشوي. لازمنا ناكلوا برشا خضره وسلايط، خاطر هالماكله هذه ريش اون فيبر وتحمينا من تكون الحصوات. لازمنا نبعدوا على لي سكر رابيد اللي نلقاهم في الجازوز. لازمنا نبعدوا على نقصوا ما نكثروش من لي شاركوتري، كل ما هو سلامي، كل حجر وكيفاش وكل مريض وكيفاش. بالنسبه للاعراض هذوما لي سيمبتوم، نجم تبدا من الاول وجيعه، تستير، المريض ينجم مثلا يعطيهاش أهمية. الوجيعة اون جينيرال تبدا في الظهر، الوجيعة في الجنب من الأول، فهمتني؟ الجنب يمين ولا يسار؟ يمين ولا يسار، أنت وناهي الكلوة اللي فيها الحجرة. الوجيعة أبيتوالمون في الظهر من اللوطة، في الظهر، في الظهر، بعديك تهبط على الأعضاء التناسلية وإلا تهبط على الساق تكوردو. بعد ساعات الوجيعة تنجم تكون تستير وإلا دقات، كيما تنجم تكون كريز قوية برشا برشا برشا. المريض يبدا اجيتي، وجيعه معناتها فوق ما تتخيل داكوردو، تنجم تجي معاها ردان، المريض يتباوع، كيما تنجم الكرش تتنفخ داكوردو. تبقى هالوجيعه هذه اللي في الظهر حتى كان قويه، راهو مش بالضروره تعني اني حجر في الكلاوي، تنجم تكون مثلا وجيعه معناتها مربوطه بالتهاب في الظهر. هذه لا كريز تيبيك دو كوليك نيفريتيك. فوالا. ولا كريز هذه المريض ما يلقاش بوزيسيون اونتالجيك، ما تلقاش بوزيسيون اللي ترتحك. فوالا هذه الخاصيه نتاع الانفكسيون urinaire. الانفكسيون ابيتوالمون تبدا هي من الاول انفكسيون في الشكاره نتاع البوله، سيستي، تحريق في البوله، زربه في البوله. لا نحكي البلاصه وين البوله هاوجيك تبدا من الاول سورتو عند المراه، هي فريكون معناتها القلق يبدا في المثانه اسفل البطن. ومن بعد نهارين ثلاثه كذا اذا كان ما تداواش تولي وجيعه في الجنب البلاصه نتاع الكلوه. وكي تولي فما جرثومه تطلع الكلوه وقتها تعطي سخانه والبوله تبدا مدردره ومسخه. بالنسبة للعلامات فما لي سيني دو غرافيتي، هذوما الأعراض اللي تأشر بالخطر. إذا كان موجودين لازم نعطيوهم الأهمية القصوى. إذا كان مريض كونيو يعرف روحه عنده حجر في الكلاوي من قبل وجاته الكريز هذه نتاع الحجر ويعرفها راهي الكريز نتاع الحجر، كان ولات عنده السخانة يلزم يمشي الاستعجالي، أقرب استعجالي، ولا يمشي لطبيب مختص في جراحة المسالك البولية اون اورجونس. راهو حجر في الكلاوي معها سخانة، راهو سي اون اورجونس بعد ساعات فيتال. راه حجر راهو كيما تنجم تكون مرض سامبل، كيما تنجم تكون حاجه خطيره جدا توصل تقتل المريض. راه حاجه اخرى اذا كان مثلا البوله حبست ما عادش تمشي، ما عادش فما بوله اكثر من 6 سوايع، كيف لازم نمشيو معناتها بصفه استعجاليه للطبيب. تنجم تكون عندنا حاجه الحجر مسكرين على الكلاوي زوز، والا عندنا كلوه واحده تخدم وفيها حجره اللي سدت المجرى نتاعها
داكوردو ولهنا تولي اورجونس. اذا كان الكريز قويه ياسر 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 وخذينا مثلا زريقه اونتي انفلاماتوار ولا الادويه نتاع وجيعه ما تحسنش لازمنا نمشيو نعديو. ولا اذا كان فما تحاليل طالعه نتاع الكلاب، اذا كان فما انسوفيسونس رينال زاد هذه سي اون اورجونس. مشيت للطبيب وقال لي راهي الحجره موجوده ولازمها علاج. شو الوسائل اللي عندنا في تونس؟ بالنسبه للعلاج فما في تونس عندنا احدث الطرق والوسائل اللي نعالجوا بها معناتها الحجر، وعندنا الكفاءات زاده. بالنسبه للعلاج اول حاجه فما العلاج الدوائي اللي يطيح الحجره، التريتمون ميديكال اكسبولسيف، معناتها فما دواء نعطيوه للمريض حرابش يرخفوا المجرى يوسعوا المجرى باش الحجره تنجم تطيح من غير عمليه ومن غير منظار. هذا عنده دي كونديسيون العلاج هذا، لازم الحجره تكون اقل من 6-7 ملي الكبر نتاعها، مش اي حجره نجموا نطيحوها في المجرى. وعندنا وقت معين زاد، ما نجموش نفوتوا جمعتين ثلاثه بالدواء باش نطيحوا الحجره. اذا كان خذينا جمعتين ثلاثه دواء وما طاحتش الحجره يلزم نتعداو الوسيله العلاجيه البلو سوفيستيكي معناتها اقوى باش نطيحوا الحجره. سورتو اذا كان الكلوه منفوخه ما لازمناش نخليو الكلوه منفوخه اسابيع، معناتها خاطر الكلوه منفوخه كلوه لي اون تران دو سوفرير تاعب. وهذا الطبيب هو اللي حدد. يعني انا كي باش نمشي بطبيعته باش يقول لي اجا نجربوا ساعه دواء وديجا تكون الكلوه تحت مراقبته هو باش يكون عمل تحاليل وتصاوروا وكل شيء. فوالا تو المرحله الثانيه اذا كان دواء ما عطاش، اذا كان دواء ما عطاش ولا الحجره من الاول معناتها اون جوجي اللي هي كبيره وماهيش باش تطيح بالدواء، نجموا نعملوا تكسير بالموجات الصادمه اللي توتريسي اكسترا كوربوريل. هذا تكسير للحجره من غير عمليه. فين في الكابيني ولا في المستشفى؟ هذا في المستشفى ولا في المصحه يتعمل. في المصحه. دونك نعملوا حصه نتاع 30 دقيقه. الحجره نضرب بعد ما نعملوا ريبيراج نتاع الحجره بالسكوبي بالاشعه، تتضرب الحجره بالموجات الصادمه هذيا كوردو مده حصه تدوم نص ساعه. نجموا نعملوا 2 ولا 3 حصص، وما بين الحصه والحصه جمعتين. توجع شويه مش برشا ويستحملها المريض معناتها. ماهيش تحت تبنيج ولا حاجه. لا ما نستحقوش معناتها في 99% من الحالات نعملوها من غير بنج. هو ديجا جايك موجوع معناها. فوالا ساعات موجوع وساعات زاد مش موجوع. الوجيعه نتاع الحجر لا ماهيش كونتينيو، تاع معناتها هكا تجي كريز ومثلا وبعديك تقعد ايامات وبعد ترجع. داكوردو في المغل نتصوروا انه في ليتاب هذه برشا الناس تتفرهد نتصور. اكيد ما يتعدوش ليتاب اللي بعد نتصور. ولا هو علاج فعال وامن. معناتها تفتيت الحصاب الموجات الصادمه تتكسر الحجره في وسط البدن من غير عمليه، ومن بعد الفتفات نتاعها كيما الرمل هو اللي يهبط بشوي بشويه. ولا برشا ما يهبط. اهميه انه المريض يشرب برشا ماء في البيريود هذيك نتاع التكسير. وحتى الفتفات ولا الرمل هذاك اللي باش يهبط هذاك يلزمنا نعملوا له تميزاج، معناتها كيما هكا التميزاج نلموهم معناتها الفتفات هذوكم ونبعثوهم لللابوراتوار باش نعملوا تحليل باش نعرفوا شنو هي نوعيه الحجره، خاطر هذاك يدخل بعديك في النظام الغذائي للوقايه منه باش ما تعاودش ترجع. باش تعاودش ترجع الحجره جوستومون. باهي سينو شنو اخر عندنا نجموا نعملوا المنظار. المنظار هو ندخلوا عن طريق القنوات البوليه الطبيعيه. ندخلوا نمشيو للحجره ونفتفتوها باللازير. هذا عندنا في تونس زاد موجود. نعملوه بالكدا زاد. دونك توصيتك بالنسبه توصيتك للناس اللي ما عندهمش توصيه، حتى للناس اللي عندهم وباش ما يرجعش. نشربوا برشا ماء، 2 ونص مقسمين على 24 ساعه. لازم الماكله نتاعنا تكون منظمه وصحيه. ناكلوا برشا خضره، ناكلوا برشا سلايط، ما نكثروش من البروتين، ما نكثروش من الملح، ما نكثروش من الجازوز، ما نحرموش رواحنا، ما زاد ما نكثروش شوي